تيجي نتكلم عن حاجة ممكن تعملها في الشهر التاسع، او بمعنى ادق الدكتور بتاعك ممكن يطلبها منك وتضيع منك فرصة الولادة الطبيعي. كشف النساء اللي ممكن دكتورك يعمله لك في الشهر التاسع علشان يشوف الحوض بتاعك مناسب انه يعدي راس البيبي ولا لا. حالات كتير جدا ممكن يحصل فيها حاجة اسمها ميس دايجنوزس او تشخيص خاطئ. ممكن بعد ما الدكتور يفحصك يقولك ان الحوض ضيق وصعب ان راس البيبي تعدي في الحوض ده، وبالتالي ممكن بنسبة كبيرة جدا يكون ضيع عليكي فرصة انك تولدي طبيعي، لان الكلام دلوقتي ان الولادة الطبيعي بتتم من خلال حاجة اسمها ترايل فليبر، ان احنا ندي للحالة فرصة ان هي تولد طبيعي. سألتي قبل كده نفسك ليه البيبي اللي لسه مولود دلوقتي راسه شكلها غريب، او تحسي كده ان هي طويلة شوية مش بالشكل المدور اللذيذ اللي احنا بنشوف بيه كده اشكال البيبيهات الصغيرة؟ والحقيقة ان راس البيبي وقت الولادة بتحاول ان هي تتكيف مع شكل الحوض او الوضع اللي هتنزل بيه من الحوض. البيبي اللي انت بتشوفيه بعد الولادة ده او الجمجمة بتاعة البيبي مش عبارة عن كتلة عظمية واحدة، هو عبارة عن مجموعة من الكتل العظمية بينهم حاجة اسمها سيوتشرز، والسيوتشرز دي هي اللي بتسمح للعظم بتاع الجمجمة انه يتحرك فوق بعضه، وبالتالي هيقلل مساحة الراس او قطر الراس، فبالتالي هتقدر ان هي تعدي من الحوض بعد ما الراس عملت حاجة اسمها مولدنج، وهي ان راس البيبي اتهيأت علشان تاخد المساحة او الحجم بتاع الحوض. وكل ما الولادة كانت متعسرة او طولت شوية بتلاقي شكل الراس متغير اكتر او شكلها طويل كده اكتر، لكن بترجع لشكلها الطبيعي في خلال اسابيع. وده بقى اللي بيحصل بنسبة كبيرة جدا مع الحالة البكرية. وعلشان انت بكرية فلازم تكوني عارفة ان راس العيل بتنزل في الحوض مع بداية الشهر التاسع، وساعات بيحصل اتساع في عنق الرحم من 1 ل 2 سم. تعالي بقى لو انت حالة والدة قبل كده او زي ما بنقول عليها ولادات متكررة، والدكتور بتاعك فحصك وقالك ان راس العيل لسه ما نزلتش الحوض، هل معنى ده ان انت كده مضطرة تولدي قيصري؟ من الحاجات المهمة قوي اللي لازم تعرفيها لو انت كنت والدة قبل كده ان راس العيل مش بتنزل الحوض غير وقت الولادة، وكمان اتساع عنق الرحم او التطور اللي بيحصل فيه ما بيظهرش كمان غير وقت الولادة. المطلوب منك في الشهر ده انك تتابعي حركة البيبي كويس جدا، وتتابعي كمان اي تغير ممكن يحصل عليكي، وتراقبي نزول مية، نزول دم، اي حاجة غريبة ممكن تستشيري فيها الدكتور بتاعك، لكن مش مطلوب انه يتعمل لك اي فحص غير وقت الولادة.